السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض المحشي المشكل. معايا محشي كوسة ومحشي بتنجان. هوريكم النهاردة هنعمله بتتبيلة حلوة قوي، والخلطة هتبقى حلوة قوي، وطريقة الاعداد سهلة جدا، والتسوية والطعم تحفة. بصوا معايا الرز، بسم الله ما شاء الله، جوه المحشي مفلفل وحلو قوي قوي، والسوا بتاعه حلو جدا. يلا بينا حبايب قلبي نسمي ونصلي على الرسول، وندخل بينا على الطريقة. معايا هنا البتنجان، شوفوا ما شاء الله صغير جدا، والبتنجان لازم يكون طازة. ومعايا برضو كوسة، ومعايا فلفل. بغسلهم كويس قوي قبل التقوير، وبعد كده بقى هقورهم. وبعد المرحلة اللي قبل كده هعمل الصلصة الأول واسيبها على النار، وابدأ أقور بقى في البتنجان. معايا الطماطم زي ما انتوا شايفين. انا جايبة الطماطم دي يعني وش العداد، يعني سعرها هادي شوية عن الطماطم التانية، بس زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله ممتازة. خلاص، هبدأ بقى اقطع الطماطم واضربها بقى في الخلاط واجهزها معايا. اجهز الكمية كلها واظبطها كده. هبدأ بقى معايا اجهز البصل معايا. معايا هنا كمية من الزيت، كمية كتيرة شوية، عشان انا زي ما قلت لكم انا هعمل كمية من الصلصة كتير، وهستخدم منها للمحشي النهاردة، والباقي هكيسه واشيله في الفريزر. حطيت معايا هنا كمية الزيت اللي انا محتاجاها، ومعاها معلقتين من السمنة، ومعايا كمية البصل. كمية البصل اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله كمية محترمة زي ما انتوا شايفين كده. دي اول تركة معايا في انك تاخدي خلطة محشي تحفة، تعجبك قوي. انا بحب اكتر البصل شوية. شوفوا ما شاء الله كمية الزيت والسمنة كانت قد ايه، البصل قفل عليهم وغطاهم خالص. خلاص، يا دوب هسيبهم البصل يدبل معايا شوية كده، ياخد معايا لون بسيط جدا زي ما انتوا شايفين كده، يا دوب يدبل ما ياخدش لون معايا تقيل يعني. وبعد كده بقى هنزل بكمية الطماطم كلها اللي موجودة عندي، وهقلبها، ومش هحط طبعا البهارات غير في اخر مرحلة. هنا معايا واحدة من البنجر، انا بجيبه في موسم وبشيله في الفريزر. معايا واحدة من البنجر بقطعها وبحطها على شفشق طماطم، واضربها وارجع احطها تاني معايا على الصلصة عشان تعزز معايا لون الصلصة معايا. هتديني لون حلو قوي، وانتوا عارفين ان البنجر مفيد جدا. شوفوا اللون معايا عامل ازاي. طبعا انا لما بحطه على الكمية دي كلها ما بيبانش اللون اللي هو الاحمر قوي، بس بيعزز معايا الطعم، وبيعزز معايا اللون بتاع الطماطم نفسه. بصوا كده، مش محتاجة بقى صلصة خارجية ولا الكلام ده خالص. الناس اللي بتجيب صلصة من بره، لا انا ما بجيبهاش خالص. حطوا واحدة بنجر وجربوا بقى، هتلاقوها احسن من اي صلصة مصنعة من بره. بصوا كده، خلاص الصلصة معايا خلصت تماما. بصوا لون الصلصة، بصوا قوامها. هبدأ اخد بقى شوية، انا حطيت معاها على فكرة قرون شطة هنا عشان تديهالي تبقى حارة شوية كده. باخد بقى الكمية اللي انا هحتاجها معايا للرز، والكمية التانية بكيسها واشيلها في الفريزر. هنا معايا الرز ده مغسول ومنقوع تمام. باخد بقى شوية من الصلصة معايا زي ما انتوا شايفين كده، على قد استخدامي، والباقي كلها انا كيستها وعنتها. خلاص. وبقى معايا خضرة مشكلة، كزبرة وشبت وبقدونس، بغسلها كويس وبنقعها. وبعد كده بقى ايه، بخرطها معايا. معايا هنا كزبرة، ومعايا فلفل اسمر وكمون وبهارات وملح ابيض، يعني معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة. دي بقى الشطة اللي انا قلتلكوا عليها، شطة حراقة كنت حطاها في قلب الصلصة، بتخلي الصلصة معايا تحفة. طبعا دي حسب الرغبة، اللي حابب كده يحطها، مش حابب خلاص. انا بحب المحشي يكون شوية حراق. بقلب الخلطة معاكم اهو.
انا حسيت ان هي محتاجة ملح، حطيت لها شوية ملح وحطيت لها برضو شوية زيت. خلاص انا كنت بقلب في الطبق الواسع كده، خلاص مش محتاجاه. احط بقى في بولة وهبدأ بقى احشي معايا. شوفوا العيدان بتاعه البقدونس والشبت والكزبره انا ما برميهاش، بحطها في قعر الحله، ومعايا هنا ببطن بيها الحله بمعنى اصح. وتقوير الكوسه برضو انا ما برميهوش خالص، برضو بحطه معايا في الحله كده، بطن بالحله واحشي واحط الحاجه عليه. اولا بستفاد منه استفاده كويسه جدا، ثانيا بقى انا ما برميهوش، ممكن بعد كده الولاد ياكلوه بالمعلقه مع اي بواقي كده نازله منه. هنا بقى معايا بصله فرمتها في الكبه، وبرضو ممكن ورقتين نعناع بفرمهم برضو في الكبة وبحطهم دول اخر مرحلة. دول كنت ناسيهم احطهم يعني، حطيتهم معاكم. بص انا كده قورت البتنجان، بوريكم تقوير البتنجان عامل ازاي. شوفوا لما البتنجان بيكون صابح شوفوا التقوير بتاعه بيبقى عامل ازاي. هنا وانا بحشي بقى يا دوب بخلي صباع المحشي نص رز، او يعني الا ربعه كده متبقي، الا ربع يعني ما يكونش مليان قوي، عشان الرز لسه هيستوي معايا وهيزيد. وخلي بالكم انا نقع الرز، لو انتوا مش ناقعين الرز يعني يا دوب نصه بس. انا هنا بملاها الا ربع، ممكن تبقى نص بس. بس اهم حاجه الرز لو بلدي معاكم مش هيتكسر منكم، اغسلوه ونقعوه حركه ساعه افضل او نص ساعه، يعني قبل ما تظبطوا ايه الخضره وتظبطوا الحاجات دي. خلاص انا بوريكم هنا كده بحشي اهو، سهل جدا وسريع وبسرعه، ما بياخدش معايا وقت خالص. يعني في ناس بتتعب من موضوع المحشي، انا بالنسبه لي اسهل اكله هي المحشي. في ناس كتير طبعا بتعترض على الكلام ده، لا بس هو خلاص. ابدا بقى ارصه في الحله على الواقف زي ما انتم شايفين كده. هعمل معاكم المحشي بطرق تانية كتير، هوريهولكوا برضو انا بعمله في الفرن، بس انا حبيت اوريكم الطريقة العادية او التقليدية اللي معظمنا بنعمل بيه. تمام، وبعد كده بقى هوريلكوا الطرق التانية. هنا معايا الشوربة دي، اهم حاجة الشوربة بتاعة المحشي تكون دسمة جدا. يعني لو عندي ماسورة جايباها من عند الجزار بتبقى حلوة جدا. آه بعد كده بقى خلاص ببدأ اسقيه، بحطه بقى على النار. بصوا ما بزودش قوي عشان الكوسة اللي تحت المحشي. بصوا انا خدت الفايده بتاعه تقوير الكوسه بدل ما ارميها، انا خدت الفايده بتاعتها مع الشوربه. المحشي بقى بيشربها، فانا كده خدت الفايده بتاعه تقوير الكوسه بدل ما اخسره. كده خلاص المحشي استوى معانا زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله على الجمال، شكله تحفه ويفتح النفس. جربوه بقى بطريقتي وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.